عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مانشستر سيتي يقطع الطريق على ريال مدريد ويتعاقد ويجدد عقده مع اللاعب إيرلينغ هالاند ل9 سنوات ونصف قادمة حتى 2034 مقابل 500 ألف يورو أسبوعيا. أنا هنا لأبقى، أعلنها هالاند، ووضع ختم الوفاء على مستقبله بلون زرق مانشستر. أما مدة العهد فستكون حتى 2034، أعلنتها إدارة السيتي. علاقة ماكينة الأهداف بالسيتيزنز كان مقررا أن تنتهي صيف 2027، لكن النادي قرر تحصين نجمه من مغريات الأندية الأخرى بعقد تاريخي غير مسبوق ل9 سنوات، وسيتقاضى بموجبه 500 ألف يورو أسبوعيا. في صيف 2022 ابتدأت حكاية الموهبة الاستثنائية حين حط النرويجي رحاله في مانشستر قادما من بروسيا دورتموند مقابل 60 مليون يورو. ابن 24 عاش موسمين استثنائيين في قلعة ملعب الاتحاد، ورغم انتصاف موسمه الثالث الذي يشهد انخفاضا في منحنى مستواه ومستوى الفريق على حد سواء، إلا أن ذاكرة هداف السيتيزنز القريبة مزدحمة بالأمجاد بالقميص الأزرق السماوي، فهو الذي افتتح مشواره بثلاثية تاريخية، وهو الذي سجل 52 هدفا في موسمه الأول مع الفريق، وهو أكبر رصيد على الإطلاق للاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما فاز بالحذاء الذهبي في الدوري. أتبع هالاند ذلك الموسم الأول المحطم للأرقام القياسية مع السيتي بإحداث تأثير مزلزل في الموسم الماضي، حيث حقق السيتي المزيد من التاريخ عندما أصبح أول فريق إنجليزي للرجال يفوز ب4 ألقاب متتالية في البريمير ليج. وعلى الرغم من غيابه عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الإصابة، إلا أن إيرلينغ سجل 38 هدفا مذهلا من 45 مباراة، بما في ذلك 27 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، يحصل على جائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية على التوالي. 16 هدفا في 21 مباراة فقط سجلها هالاند حتى الآن هذا الموسم في الدوري، ولا يزال أمام هالاند ورفاقه وقائدهم غوارديولا مزيد من الوقت والجهد لإنقاذ موسمهم. أبيه وإيرلينغ يكمل ما بدأه والده ألفي قبل أكثر من 20 عاما في النادي الإنجليزي. لسان حال هالاند وهو يوقع يقول: رأيت الثقب في سفينة السيتي، لكني قررت الإبحار معهم إلى شاطئ الأمجاد رغم عاصفة النتائج المخيبة. تطمئن طاقمها وقبطانها غوارديولا بأن المغامرة لم تنتهي بعد، ولا زال للمسيرة بقية.